ده هيخليني اسال نيافتك سؤال يا سيدنا، يعني اتفضلي. الرهبنه جت في دماغك امتى؟ ما انا قلت يعني لك. هل من الزيارات دي اه ولا كان قبل كده، ولا يعني هي جت فجأة؟ هي ما جاتش فجأة، هي كانت مترتبة. ان انا اه كنت احب جدا اقعد لوحدي، واحب جدا اتأمل في حاجات كويسة، كتاب مقدس اقراه. سيرة انبا انطونيوس عجبتني، وكنت اخدها في مدارس احد كتير. ازاي واحد غني يكون معاه 300 فدان وعنده اخت ومش عايز حاجة، وبعدين يوزع الحاجات دي؟ مين يقدر يعمل كده دلوقتي؟ صحيح. مين في الوقت الحالي؟ وازاي يعمل كده وبعدين يطلع في حتة في صحراء ولا حد يعرف فين مصيره وفين مكانه؟ وهل يا ترى في حد قال له احنا عندنا دلوقتي نافيجيشن يقول لنا الاتجاه بتاعنا فين؟ طب ده راح مع مين ومش؟ فكانت قصه حد الانبا انطونيوس دي متاثر جدا بيها، اه وعشان كده يعني عجبتني. نيافتك كنت بتدي لنفسك تدريبات روحية كده، انك اه تقعد خلوات، اه صلاة، قراية؟ اه حتى في البيت عندي، في البيت كان اخواتي اغلبهم كانوا اتجوزوا كده، فكنت انا اعمل لنفسي مكان كده لوحدي. كانت الوالده لسه عايشه، فكانت عارفه ان انا عايش كده بس مش منغلق. ده اه مهم جدا. انا ما انغلقتش على نفسي خالص. انا ليا اصحاب وليا اصدقاء، وحياتي كلها كانت طبيعيه جدا. نروح معسكرات ونقابل ده، واجتماعيين في كل مراحل حياتنا يعني، لغايه ما جه الزيارة الزياره الثالثة. الثالثه. بعتوا لي بقى قالوا لي الاباء هناك فين فلان اللي عايز اللي كان بيجي عندنا ده؟ فلقيته واحد فيهم نزل وقال لي على فكره بيسالوا عليك في الدير، فلان وفلان وابونا فلان وابونا يعني فلان وابونا فلان. مهتمين وفاكرينك اه فانا قلت ده رد من ربنا. وده كان يوم بالظبط انا لن انسى هذا اليوم، 17/1/84. كان قبل عيد الغطاس بيومين او بيوم 17/1/84. بالظبط. كان ساعتها بيشرف على ديرنا انبا انطونيوس، كان قداسة البابا شنودة المتنيح كان في التحفظ. بعت لنا الانبا بيموة خوريا بوسكوبوس، كان مشرف على الاديرة القديمة. اه وبعد ما طلع من التحفظ قال له اشرف على دير انبا انطونيوس. معنى كده ان انبا ديسكوروس اترسم في السنة اللي كان فيها سنة التحفظ لقداسة البابا اللي يناح نفسه. واللي رسمني كمان راهب، اللي رشمني كان الانبا ديوسقورس حاليا الاسقف العام اللي في مطبعة الانبا لويس. ربنا يديله الصحة ويدي لنيافتك الصحة يا سيدنا. شكرا. وكان وعشان معاه. كده اخدت ديسكورس يا سيدنا؟ انا ما رضيتش اغير الاسم بتاعي عشان انا بعتز جدا باسم ديوسقورس. لا الرهبنة نيافتك اخترته ولا هو لا اداهولك؟ لا، اللي اداهوني الانبا بيموة، واللي رسمني راهب انبا ديسقورس وانبا فام المتنيح وانبا رويس، كانوا نيابه عن قداسة البابا، وانبا بيموة. دول الاربعه اللي اشتركوا سنة مميزة دي، سنة التحفظ يعني، اباء عظام قديسين. وكنا 8 وكنا في الكنيسة الأثرية. بالمناسبة أنا دخلت الدير 17/1/84، اترهبنت 5/8/84. يعني 5/8/84 يا سيدنا دي أقصر مدة. يعني في غيرك كانت شهور في بيقعدوا سنين. ومش عارف دي طبعا من ضمن الحاجات اللي يمكن ربنا كان مجهزها لي، اني ما خدتش فترة طويلة في كطالب رهبنة، وكنا 8 إخوة مع بعض.